شايف ان حته ان يكون مصريين كتيره في ايطاليا دي حاجه ايجابيه ولا سلبيه؟ حاجه سلبيه جدا، مش حابب انها تكون موجوده يعني. ممكن تدفع من جيبك انما تكسب لا. تبقى قاعد في اوضه اصلا، تاخد سرير في اوضه فيه 6 مثلا. انت مسجون كده مش نفس الفكره، السراير نفس السراير بتاعت السجن عادي. يعني 1000 يورو ممكن يكفيك في الشهر؟ بيكفي. ناس مؤذيين فعلا يعني، ناس ما انا بقول لك بصراحه شايف المصريين ناس مؤذيين جدا جدا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده موجود في ميلانو عشان تكرر التجربه اللي احنا عملناها في كام دوله اوروبيه وكام دوله عربيه، ان احنا نسال المصريين عن مرتباتهم ونعرف المرتبات دي بتقضيهم ولا مش بتقضيهم، وبيحتاجوا كام كافراد او كاسره عشان يعيشوا في ايطاليا او في ميلانو بشكل عام. فتعال نسال المصريين الموجودين في ايطاليا اللي هم موجودين بكثره ما شاء الله في كل مكان ونعرف مرتباتهم كام. ايه الاخبار يا ريس؟ الحمد لله تمام. عرفنا بنفسك. انا اسمي محمد الشناوي، من الجيزه، من الكيت كات امبابه. وبالك امبابه اجدع ناس. وبالك قد ايه في ايطاليا؟ يعني بص، جيت في البدايه في ايطاليا من 2011 وبعدين رجعت مصر وبعدين رجعت تاني ايطاليا في 2018. محمد بكير منين في مصر؟ منصوره. بالك قد ايه في ايطاليا؟ فتره قريبه بتاع يجي 5 سنين. 5 سنين؟ ما شاء الله. استنى، انت لما تيجي الشرطه دي فيها مشكله ولا ايه؟ ها؟ لما تيجي الشرطه دي فيها مشكله؟ لازم احط الاسعار عشان ما ينفعش ابيع من غير اسعار. أيوة. وحيد من بورسعيد. وبقالك قد ايه في ايطاليا؟ سنه تقريبا وشهر. ليه اخترت ايطاليا؟ انا عشان مش انا اللي مختار، يعني عمي موجود اصلا في مدينه تانية، فهو كان عامل لي الدعوه ان انا جاي عليه وكده. يعني هو عمل لك دعوه ايه؟ دعوه زياره عائليه؟ دعوه عمل. والدنيا كانت سهله ولا كانت عامله ازاي؟ لا صعبه، ده هو بيقدم من زمان قوي، بيحاول يقدم حتى قدم لناس تانية تبعنا ما اعرفش، ده مش عارف جت كده سبحان الله. كانت معاك صدفه. ودفعت الحوار ده فلوس ولا هو كان يعني قدمته كده؟ يعني مش انا فاهم عمي وكده، فهو اللي دافع وتعاون مع بابا، مش عارف. طب ليه ايطاليا؟ يعني ايه اللي خلاك جيت ايطاليا او فكرت في ايطاليا من الاول؟ لاني درست اللغه الايطاليه في مصر وكنت شغال دايما في السياحه وبعدين متجوز ايطاليه الحوار بالنسبه لك كان سهل انك تيجي ايطاليا؟ طبعا. طيب اذا كان عن طريق الدراسه او اذا كان عن طريق الجواز يعني. تمام. وشغال ايه في ايطاليا؟ شغال ريسبشن في اوتيل. تمام. طب خلينا نقول بشكل عام الوظيفه اللي انت شغالها رينج مرتبات فيها من كام لكام؟ مش لازم انت شخصيا يعني. بص، بيبقى بالنسبه على حسب الليفل، يعني هو 5 ليفلات. بيبدا اقل ليفل يعني ممكن 1350 يورو. انت كده دلوقتي صافي ولا بعد الضرايب؟ صافي طبعا صافي. وبعد كده على حاجه ممكن يوصل لكام مثلا؟ ممكن يوصل ل4 5. ومن ساعه ما جيت في ايطاليا انت شغال ايه؟ ولا انت شغال الشغلانه دي؟ نفس الشغلانه من ساعه ما جيت؟ نفس ما جيت. طب لو انا جيت اشتغلت معاك هنا الشغلانه دي تمام؟ لا هتقول لي على فلوس. ممكن اعمل فلوس قد ايه في الشهر؟ تقريبا مش لازم تقول لي بالظبط، قول لي رينج مثلا. لا يعني في 50 في 60 انما تكسب. ادفع من جيبي؟ ممكن تدفع من جيبك انما تكسب لا. لا يعني تقريبا 50 في اليوميه ب 60 على حسب. في اليوم كام؟ اليوم ب 50 بس هنا مش زي هنا رجل يعني مثلا لو انا جيت اشتغلت معاك انا ممكن اعمل مثلا 1500 في الشهر؟ تقريبا. وتصرف منهم مصاريف قد ايه؟ طبعا في بوسطه باجه وفي ضرايب بتدفع، يعني هتيجي على اخر السنه مديون. ليه دلوقتي في ايطاليا؟ حاليا شغال في مطعم صيني. لو قلت لك رينج المرتبات في الوظيفه اللي انت شغالها في ايطاليا تتراوح من كام وكام تقريبا؟ رجل المرتبات اقول لك، انا عشان شغال مع صينيين فالصينيين اقرب للمصريين، فاهم؟ عدد ساعات كتيره وقت قليل، بس زي ما قلت انا بتعامل معاهم علشان لحد ما اتعلم اللغه وكده. بس في المطاعم الايطاليه افضل بكتير، عندك يومين اجازه، القانون الايطالي كده في يومين اجازه، والمرتب بيبقى مثلا نقول من فوق 1300 تقريبا من فوق. 1300 ده صافي ولا بعد الضرايب؟ يعني قبل الضرايب ولا بعد الضرايب؟ شغال عند مطعم الضرايب هو اللي بيدفعها، يعني باخد صافي اقل حاجه 1300 تمام مثلا كده. لكن الصينيين من اقل شويه، فاهم؟ الصينيين اقرب لينا. تتجوز وعندك اطفال ولا ما عندكش اطفال؟ عندي يونس. عندي يونس ما شاء الله ربنا يخليه لك. بتحتاج مصاريف قد ايه في الشهر كاسره؟ مصاريف بالنسبه يعني يعني خلينا الاول نقول مثلا السكن تدفع مثلا كام، والمصاريف بقى بشكل عام كام؟ بص، هو السكن والكلام ده على حسب طبعا عدد الاسره وعلى حسب المكان يعني. فلو في حاله ان اسره مثلا هنقول 3 افراد بتحتاج شقه في متوسط من 500 ل 800 يورو. تمام. في فانا بكلمك في اماكن متوسطه يعني، مش في مكان كويس. ممكن طبعا سعر يبقى اغلى من كده. طبعا ممكن يبقى اعلى، ممكن يبقى اقل كمان على حسب حاله برضو البيت وعلى حسب الطريقه. طيب كشكل عام الاسره مثلا لو قلنا 3 افراد 4 افراد تحتاج مصاريف قد ايه في الشهر في ايطاليا او ميلانو بشكل عام؟ يعني بص، هتتحسب ازاي؟ على حسب استهلاكك بقى الغاز والكهرباء، وعلى حسب الليفل المعيشي اللي انت عايشه، وعلى حسب طبعا لو عندك عربيه او مش عندك تدفع التامين تدفع يعني ماشي. بس قول لي مثلا رينج كذا مثلا، يعني ممكن كذا. هنقول مثلا متوسط في حاله ان الايجار 600 يورو للسكن، في ممكن توصل 1100 1200 مثلا مصاريف اسره، شرب وغاز وكهرباء
بس على فكره يعني مش غالي، اعتقد مبلغ مش كتير يعني اصلا. لا مش ده العادي يعني يعني انت شايف ان ايطاليا رخيصه ولا غاليه؟ جدا لا. ارخص من مصر مثلا؟ بكتير بصراحه. ارخص من مصر بكتير. بكتير يعني كنسبه وتناسب. مفيش يعني انت مثلا ممكن لو عايز تقارن بين مصر وبين ايطاليا، في مثلا مرتبات في مصر بتبقى 3000 جنيه دخل اسره مثلا. دي حقيقة. عايز يشتري لو هم 4 انفار مثلا هيحتاج كيلو لحمه في كل اسبوع. كيلو لحمه بكام؟ دي 2000 جنيه دي بقى. فهيعيش ازاي؟ وهيعمل مستقبل لنفسه او هيأمن عيلته ازاي؟ هيأمن اسرته ازاي؟ فتعالى لو جيت حسبتها هنا بالنسبه لايطاليا، قول مثلا أسرة 3 أفراد، حتى لو هياخد 1300 بمساعدات الحكومة والكلام ده بتوصل ل 1500 مثلا. كيلو لحمة ب7 يورو مثلا. تمام. فهيقدر ياكل ويشرب كويس، هيقدر على الأقل التعليم، المدارس ببلاش، فهيقدر يطلع بنفس بمستوى كويس تعليمي يعني. تدفع منهم ايجار قد ايه؟ في ايجار بقى على حسب. في هنا معاك فاميليا الايجار هنا ب 1000 يورو الشقه. انا بدفع 250 في الاسبوع. ده قاعد مع فاميليا، جماعه شباب قاعدين مع بتدفع بعض. 250 يورو في الشهر؟ في الشهر 250 يورو، يعني الشقه ممكن تقف لها ب 1000 ونص. والفلوس دي اصلا بتقضي المعيشه هنا ولا ما بتقضيش؟ الحمد لله مستور. يعني انت كشخص تحتاج كام مبلغ في الشهر عشان تقدر تعيش هنا؟ انا مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ في عندي فاميليا في مصر وعندي فاميليا هنا. لا انا بتكلم هنا في ايطاليا، انت كشخص تحتاج مصاريف قد ايه في الشهر؟ انا حسب تقريبا. مش عارف، تقريبا ممكن في ضرايب، في بوسطه، في كل حاجه. لا انت مصاريفك الشخصيه. الشخصيه اه. فطار واكل وشرب وغدايا وسكن اللي هو كام بقى؟ بس والسكن اللي هو على حسب. قاعد لوحدي بدفع 1000، قاعد معايا جوز شباب بنقسمه على بعض. يعني 1000 يورو ممكن يكفيك في الشهر؟ بيكفي. تمام. انا مثلا يعني لو مشترك مع جماعه، عندي في ناس بتوصل ل 200. بس انا عن نفسي انت بتتكلم دلوقتي على السكن. لا قصدي على الفلوس، المصاريف، الاكل وكده. اه لا، في ناس بتوصل ل 200. بس انا عن نفسي يعني 100 كتير قوي بالنسبه لي. يعني انت بتصرف 100 يورو قول 100 يورو في الشهر. وسكن قد ايه مثلا بتدفع؟ السكن اقل حاجه 200. ده انت لوحدك ولا مع حد؟ انت بتبقى قاعد في اوضه اصلا، تاخد سرير في اوضه في 6 مثلا. انت مسجون كده مش نفس الفكره، السراير نفس السراير بتاع السجن عادي. ده ب 200 يورو. سرير 200 يورو. ومرتاح في السكن ده ولا الشغل بالنسبه لك بيبقى صعب؟ يعني وانت عشان لسه جاي؟ انا بروح انام هي بالنسبه لي نومه. انت البيت بالنسبه لك نومه، تنام، وكله برضه اللي معايا كده بيتصحوا الصبح يروحوا الشغل، يجوا بالليل ياكلوا ويناموا. طب لو انت خدت شقه لوحدك هتدفع ايجار قد ايه تقريبا؟ والله حسب المنطقه. لو انت بره ميلانو بتروح مثلا تبعد شويه عن السنتر، بتلاقي مثلا يعني شفت واحد شقه عنده كام 800 يورو مثلا. السكن لوحده. المصري موجود في ايطاليا قد ايه؟ كتير كتير جدا. يعني مفيش احصائيه مثلا تقول عدد المصريين في ايطاليا كام ولا صعب؟ بص، انا عشان انا يعني ما عنديش اختلاط كتير بالمصريين، بس انا في كل مكان بلاقيهم. يعني الشارع ده كله مثلا مصريين اللي احنا فيه؟ كله مصريين، يعني كله مصريين. شايف ان حته ان يكون مصريين كتيره في ايطاليا دي حاجه ايجابيه ولا سلبيه؟ حاجه سلبيه جدا، مش حابب ان هي تكون موجوده يعني. يعني انت ما عندكش اصحاب مصريين مثلا كتير او كده، ولا انت عندك ناس معينه؟ والله بص، على يعني انا دايما الدايره بتاعتي يعني ضيقه جدا، يعني بحس ان برضه ابقى مرتاح اكتر. تمام. لان كتر معرفه الناس هنا وكله يعني هنا بيقولوا الناس كنوز. الموضوع صعب. ولا مش هنا، مش في ايطاليا؟ حالات. لا، ده في الدنيا كلها موضوع صعب. طيب انت شايف ان في عنصريه في ايطاليا؟ وعنصريه مستحقه كمان يعني من الايطاليين نفسهم على المصريين او العرب بشكل عام؟ على العرب بشكل عام، من حقهم طبعا. قصدك من هم بيشوفوه؟ طبعا من اللي بيشوفوه، من تصرفات الناس ومن كده. انا واحد من الناس، انا بتعامل مع المصريين بطريقه مش كويسه. يعني انت اصلا عنصري شخصيا؟ مش عنصريه، لا مش ايوه انا فاهم. هو تحجيم. ايوه فاهم. هو مجرد تحجيم يعني، لان انت لو سبت له نفسك شويه مش هيرحمك مهما كنت انت كويس معاه. تمام. هو مش هيرحمك، لان هو جاي عايز يهبش ويمشي، فما بيستناش على حاجه. مبسوط هنا في ايطاليا؟ الحمد لله. ما بتفكرش ترجع مصر؟ ما هو هنرجع ان شاء الله. امتى؟ امتى؟ لا ما بتفكرش تعيش في مصر؟ عايش في مصر؟ طب ما انا عايش وجماعتي في مصر والعيله كلها. بتنزل وتيجي يعني؟ بنزل وباجي. حبيبي ربنا يكرمك. حبيبي. مع السلامه. طيب انت مبسوط في ايطاليا ولا مش مبسوط؟ والله بتضحك كده يعني انا بس مش عارف. انت مش عارف كنت مبسوط ولا انت مش عارف. هي حاجه كويسه، انت عارف الفلوس لها قيمه شويه. بس طبعا الغربه وحشه، يعني انا اول مره مثلا اتغرب
اكتر غربه بالنسبه لي ان انا اروح الكليه بتاعتي في اسماعيليه. هي دي كانت اكتر غربه بالنسبه لي. دلوقتي انت قاعد لوحدك كليا؟ كليا. يعني قصدي لوحدك مش مع اهلك يعني؟ كليا لوحدي. وبتفكر ترجع مصر ولا مش دلوقتي؟ ارجع خالص ولا لك زياره ولا ايه؟ لا يعني بتفكر ترجع تعيش في مصر ولا صعب؟ لا صعب بقى، اصلا اول ما جيت هنا الظروف باظت اكتر في مصر يعني، فاهم؟ فلا احنا كده بندخل برضو نساعد اي حاجه. يعني لو رجع بيك الزمن لورا كنت تختار ايطاليا تيجي تعيش فيها ولا تقعد في مصر ولا تختار دوله ثالثه خالص وليه؟ ممكن اختار دوله تانية غير ايطاليا. ممكن المانيا مثلا. ليه بقى السبب؟ علشان مثلا من حيث برضو البلاد اللي بشوفها كل حاجه الاجور هناك اعلى. تمام. والحاجه ارخص، يعني الاجور اعلى وفي حاجات ارخص. لو خدت بالك اي ناس بتعمل فيديوهات هناك بص تلاقي الاسعار باينه اقل شويه عن هنا، بس برضو فيها حاجه تانية وحشه. هنا في حياه تعرف تشتغل وتلاقي فرفشه برضو شويه. المانيا لا نمطي. طيب لو رجع بيك الزمن لورا كنت تفكر برضو تيجي ايطاليا ولا تقعد في مصر ولا كنت تختار دوله ثالثه خالص؟ هو انا بصراحه ما اخترتش عشان اختار تاني، فهو كان كله نصيب. فانا بالنسبه لي سبحان الله ارزاق يعني انا قصدي انت يعني شخصيا بتفكر تكمل في ايطاليا ولا ممكن تفكر يوم من الايام ترجع تعيش في مصر؟ بالنسبه لي ايطاليا تعتبر بلدي، يعني انا مش حاسس بغربه، يعني انا قاعد هنا مع عيلتي. معاك جنسيه ايطاليه ولا لسه؟ طبعا. ليك حق تعامل مصري بقى بطريقه لا خالص على فكره، ده مجرد باسبور يعني. أيوة. هو بس الموضوع يعني حتى لو كنت في الصومال يعني ما هو نفس الموضوع. الناس مؤذيين فعلا يعني، الناس ما انا بقول لك بصراحه الشباب المصريين ناس مؤذيين جدا جدا. نادر جدا انت تلاقي حد كويس. انت فاكر الكلام ده يزعل ناس كتير؟ اللي يزعل ما دي الحقيقه والناس كلها عارفه الكلام ده. انا ما عنديش حاجه تزعل. انا ما عنديش حاجه ابكي عليها. لا هبكي عليه يعني. اللي يزعل ما هي دي الحقيقه. هم لو الناس يعني النسبه القليله الكويسه تايهه وسط مش موضوع تايهه، خلاص بقى في حالهم كمان يعني. ما هو كل ما هبقى كويس هتاذيني. طب خلاص انت شايف المصريين قوي؟ لا خالص والله ابدا. قصدي في ايطاليا يعني شايف المصريين في ايطاليا. لا على فكره انا ببسط جدا لما بلاقي حد ناجح وبلاقي حد كويس من الناس المصريين. ده بالعكس، ده انا بفتخر واقول ان ده الراجل ده كويس، الراجل ده مصري، والراجل ده وصل لكذا وبيعمل كذا ولسه. لكن اللي بيضايقني يعني جيل معين او فكر معين موجود هنا، يعني مش فاهمين المسؤوليه اللي هم فيها. ان انت كشخص جاي بتمثل بلد او بتمثل دين او بتمثل عرق معين، فانت المفروض تكون يعني مثل للناس دي، بحيث ان هو يجي يفتكر او يجي في باله يفتكر ان الناس دي بتتصرف على الاقل بطريقه مؤدبه او بطريقه محترمه يعني. تمام. الف شكر يا ريس. العفو.